فضيلة الشيخ صلاح السلمي على هذا الفصل من التهنئات والمدائح النبوية، والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة التي تقام تكريما وإعزازا وإجلالا إلى الأمة الراحلة. والإيمان والإسلام، منذ لحظات قليلة اخترق الصفوف رجلين عرف عن كل منهما بالأدب والاحترام والتقدير، وأنا أكن لهما كل الحب والتقدير والإعزاز. أستاذنا الفاضل وصاحب الصوت المميز وفارس الكلمة عبر إذاعة القرآن الكريم، الأستاذ السيد صالح مدير عام إذاعة القرآن الكريم، الذي شرف به المكان منذ لحظات قليلة، كما حضر المحبب دائما إلى قلوب القراء وإلى قلوب الجميع فضيلة صاحب الأدب الموقر الشيخ محمد مراعي، وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية، وقد جاء أيضا ليقدم عزاءه للأسرة الكريمة فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد القادر والشيخ شعبان والأستاذ عصام والأستاذ أحمد والأستاذ سامح. ونحن في هذه الليلة يتواكب علينا الجميع ويتوافد علينا الجميع في هذا اليوم المبارك، يوم عيد الأضحى، بعد أن هبط حجيج بيت الله من على صعيد عرفات مغفور لهم إن شاء الله. وهناك تسكب العبارات، وهناك الإقرار بالذنب والرجوع والندم إلى الله عز وجل. كل منهم قد رفع يده على صعيد عرفات ملتجئا إلى مولاه فقال: قد عاهدتك ربي ألا أعود، وها أنا أخون العهود، بيني وبينك جسر عامر قد ضاع مع العهود. ربي إني قد أخطأت في هذا الكون فلا تتركني في هذا الوجود. صدري يضيق من الذنوب ليس له إلا الصعود، إن لم تغفر لروحي ستصل إلى طريق مسدود. إخوة الإيمان، وأشكر أستاذي وصاحب الكلمة وفارس الكلمة شيخ سعد النجار، الذي دائما أتعلم منه فن الإلقاء وفن الكلمة. ولكن أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن القارئ المعروف، والعلم القرآني الكبير والمقيم بالتل الكبير. وقد همس الأذن في بعض أنهم قد اختاروا موضعا في القرآن الكريم، أما الموضع الذي اختاره الجميع أشخصه في وصف الوقائل عندما قال: البقرة وآل عمران آمنت برسالته المحمدية، ونساؤه ذوات المائدة القرآنية، وأنعامه ذوات القوة الفردية، وأعراف أمته جاءت بالأنفال فوزعت على أهل التوبة من الأمة المحمدية، واستغاث به يونس عليه السلام من الظلمات الفاحرية، وجمل الله به هود عليه السلام فنال الرتبة العالية، واستمد يوسف عليه السلام جماله من طلعته البهية، والرعد يسجد له شاكرا، سمعه الخليل إبراهيم في الحجر، وله دوي كدوي النحل في الخلية، لذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى الكهف، ومن الكهف إلى مريم الصديقية. فمع الكهف تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. يا ميسر استاهل حل عبيرك يا رب. مدد يا رب. تفتح صوت ولا شيء؟
بالله من الشيطان الله يرحمه كان منور. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم نعم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. عليك يا رب. الله الله الله. حنفي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. بخت الحج كله قدامك الحج دي قال ذلك ما كنا نبغي
فارتدا على آثارهما قصصا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ايام عيد قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. سيبوا في حاله يا شيخ ياسر. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مدد يا رب. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قيصر ايوه حبيبي قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
وكيف تصبر قال له موسى هل أتبعك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا على أن أعصي لك أمرا جاينا ابو الواجب مش تحرمنا من حاجه اللي عندك كله خلي قلبه يضغط الجميل يعني برضه هو فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا السفينة خرقها حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت جوابنا هيجي تاني احنا قاعدين والتل مش بعيد شغريب 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 قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت إن نفحت ربنا الشيخ عبدان يقول عم الشيخ شعبان قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
أغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت الله يا سيدنا الله يفتح عليك يا عم. قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا مدد يا رب. فانطلقا حتى لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك
صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. أما السفينة أما السفينة
السفينة فكانت لمساكين يعملون البحر فأردت أن أعيبها وكان وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا تسمع الحلاوه دي الا في ليالي زي كده. الليله دي من سنه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما كان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت
وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. ما أجمل الحوار عندما يتواضع المتعلم للمعلم، وما أجمل الحوار إن كان بين المتعلم والمعلم يدور بالصدق والإخلاص والنقاء والصفاء. عندما قال سيدنا موسى عليه السلام وعاتبه الخضر وقال له إن كنت قد لمتني على قتل الغلام أنسيت يوما حينما قتلت رجل من بني إسرائيل، وإن كنت قد لمتني على خرق السفينة أنسيت يوما عندما كنت في اليمن، وإن كنت قد أقمت الجدار دون أن أتقاضى عليه أجر أنسيت يوما عندما كنت ترعى الغنم لشعيب فهذه بتلك. شاكرا لفضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالتل الإسماعيلية. أشكر باسمكم السادة مقاولي أعمال الفراشة والنسنطية أولاد الخولي، وأشكر كل السادة المقاولين الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. كما أشكر أستاذنا والداعية الإسلامي فضيلة الشيخ عمر الفلكي، وأشكر فضيلة القارئ محمد الألفي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالتلين مركز بني القبر. وتتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، وخاصة فضيلة الشيخ شعبان والأستاذ أحمد شعبان والأستاذ عصام شعبان وفضيلة القارئ عبد القادر شعبان قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والأستاذ سامح شعبان، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. كما حضر أيضا منذ لحظات قليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو اليزيد ناشين العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والمقيم بدفرة طنطا بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان، أشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل أول المشيخة العامة للطرق الصوفية، والذي جاء يقدم لنا العزاء للأسرة الكريمة، الذي دائما أسعد به عبر شبكة الإنترنت العالمية والموقع الخاص بفضيلته والقناة المخصصة له على الفيسبوك، والذي دائما يخاطبه ويتواصل معه الجميع من أنحاء العالم. وبمشيئة الله يوم الجمعة القادمة بمشيئة الله سوف تلتقي إذاعة القرآن الكريم من مسجد السوالمة بهرية رزنة مع الاحتفال الذي يقدمه الإعلامي الكبير الأستاذ سيد صالح مدير عام إذاعة القرآن الكريم. وأشكر باسمكم فضيلة القارئ الشيخ أيمن حبيبة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. وأشكر فضيلة الشيخ سعد النجار أستاذنا الفاضل أيضا الذي جاء يقدم العزاء للأسرة الكريمة. نعيش الآن مع هذه الكلمة الجامعة المانعة التي تحوي في طياتها وفي جنباتها الفصاحة والبلاغة والبيان مع فارس الكلمة بإذاعة القرآن الكريم وبمحافظة الشرقية فضيلة الموقر دائما صاحب الأدب الرفيع والواجب في كل مكان الأستاذ سيد صالح، والذي سوف يقدمه لنا أستاذنا فضيلة الشيخ سعد النجار.